نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك لصورة لسيارتين قام بشرائهما حديثا قيمتهما المالية تتجاوز 800 ألف دولار، ووصفهما بأنهما السيارتان الأقرب إلى قلبه، واعتبر ما يفعله مشاركة منه مع الجمهور للحظاته الحلوة. على عكس المتوقع كانت تلك الصور مردود سلبي لدى الكثير من جمهوره، خاصة أن أغلب جمهور محمد رمضان من الطبقة الشعبية، ولم يقتصر الأمر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بل تخطى إلى عدد من المشاهير الذين انتقدوا فعلته وآخرون سخروا مما فعله. لم تكن المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان الجدل حوله، فنشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يفتح خزانة بها أموال طائلة، مطالبا المواطنين بقول ما شاء الله وقراءة المعوذتين قائلا ثق في الله نجاح. الصورة لقت أيضا ردود أفعال سيئة من قبل الجمهور حتى تبين حقيقة الأمر، وأن خزنة الأموال ما هي إلا مشهد ضمن حلقات مسلسل الأسطورة الذي أذيع في رمضان الماضي. محمد رمضان لم يكن الأول، فعدد كبير من المشاهير قاموا باستفزاز جمهورهم باستعراض ثرائهم أمام الجمهور، نستعرضها في الفيديو التالي. عاصي الحلاني خلال استضافته ببرنامج خليها علينا، فاجأ النجم عاصي الحلاني جمهوره بسعر حذاء ابنته بعد سؤال المذيعة أرى له عن مدى حبه للتسوق، فاعتبره أساسيا في حياة الفنان، مؤكدا أن زوجته كويليت مبذرة أكثر منه خلال التسوق، وتحدث عن مبلغ 2200 جنيه استرليني أنفقته زوجته لشراء حذاء لابنته دانا. صافي ناز تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراقصة الاستعراضية صافي ناز وهي تقود سيارة من طراز بورش 918 سبايدر مطلية بالذهب، واعتقد البعض أنها تملكها، لكن تبين بعد ذلك أن السيارة مخصصة لها طوال رحلتها في دبي الأخيرة بأمر من منتج الحفل الذي كانت تحييه هناك. عمرو دياب نشر الفنان عمرو دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة له من داخل الجيم يرتدي خلالها زيا رياضيا مع مجموعة اكسسوارات الرياضية الجديدة التي أعلن مؤخرا عن طرحها وبيعها من خلال موقعه على الإنترنت. وظهر الهضبة داخل صالة الألعاب الرياضية وهي بيمسك يده زجاجة مياه مزينة بشعاره الشهير بحرفي العين والدال، مما عرضه للهجوم من قبل متابعيه الذي رأوه أنه يستغل مواقع التواصل لمصلحته التجارية فقط، ولا يتواصل مع جمهوره إلا بهدف دعوتهم لشراء منتجاته أو الاستماع إلى أغنياته فقط. أحلام من المعروف عن أحلام استعراضها المستمر لحياة البذخ التي تعيشها سواء من مجوهرات أو أحذية أو ملابس أو غيرها، وهو ما يعرضها لبعض الانتقادات. ظهرت أحلام في إحدى المرات بجانب طائرة خاصة مملوكة لها، ونشرت ما لا يقل عن 12 صورة لها داخل وخارج طائرتها الخاصة. أبدى بعض الجمهور انزعاجهم من تلك التصرفات، فوصفوها البعض بالمغرورة، وقال البعض الآخر تصرفاتك ما تناسب مع عمرك، احترمي عمرك. تامر حسني من المعروف أن الفنان تامر حسني من الفنانين المهتمين بسوق السيارات، ويتضح ذلك من أنواع السيارات التي اقتناها منذ شهرته، حتى انتشرت صورة لتامر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يستعد لركوب سيارة رياضية جديدة من نوع بوجاتي فايرون. ومن المعروف أن سيارة بوجاتي فايرون الرياضية هي أسرع سيارة في العالم، وثمنها يتجاوز 18 مليون جنيه. سخر الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي من السيارة الباهظة الثمن، فعلق أحدهم بكوميكس: خدت 5 مليار يا تامر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.